اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة مفيدة جدا، النتائج مضمونة جدا جدا. النهاردة هنعمل وصفة عبارة عن مجموعة أعشاب طبيعية ليها فوائد كتير، بتساعد على تنشيط الجسم، بتقوي الجسم، مطهر للمعدة، بتمنع التقلصات، بتساعد على التخلص من السموم. وصفتنا النهاردة هي اسمها شاي رويال او شاي رجيم وامساك مزمن. للأسف الناس مفكرة ان الشاي رويال ده اللي هو الشاي الاخضر، لا طبعا. شاي رويال هو عبارة عن مجموعة اعشاب طبيعية لنزول الوزن زي الشمر، الشيكوريا او اعشاب السنة. الشاي ده بيعمل تحسين لعملية الإخراج أو تحسين لعملية الإمساك، بس بلاش ناخده كتير، يعني هو كفاية مرة واحدة في اليوم أو يوم بعد يوم. ليه بقى؟ عشان ما يحصلكيش إسهال متكرر وتفكري بقى وتفرحي وتقولي خلاص أنا بخس مع تكرار الإسهال ده. غلط، لأنك بتفقدي مجموعة فيتامينات بتذوب في المية او بتنزل في المية. استخدامه بشكل يومي بيبطئ حركة الامعاء، فتتعودي ان انت ما تاخديش مرة واثنين وثلاثة في اليوم، لا، هي مرة يوميا او مرة يوم بعد يوم. يعني انا اعرف ناس بتستخدمه مرة الصبح ومرة قبل النوم، او سمعت قنوات بيقولوا برضو الصبح وقبل النوم. لا يا جماعة، ده غلط، اللي هيعمل لك اسهال شديد هو الباك واحد بمجرد ما تاخديه، لان ده العلاج الامساك المزمن. حتى ما بتيجي تشتريها من الصيدلية شاي رويال لعلاج الامساك وللرجيم. للرجيم لما تكوني جسمك ملان بيخليكي تخسي، يعني ممكن تفقدي في الاسبوع من كيلو ل2 كيلو، فاستخدامه مرتين في اليوم ده غلط، هي مرة واحدة في اليوم بس. بالنسبة للتنحيف هو مفيد جدا جدا، واللي عنده امساك حلو قوي برضو. ليه؟ بتجيبي الشاي ده من الصيدلية، عندك العلبة فيها 25 باكت وعلبة فيها 50 باكت. بتجيبي ال25 باكت ليه؟ لانك بتاخديه كل يوم لمدة 3 أسابيع، ده للتنحيف او التخسيس او انقاص الوزن. اما للامساك هو واحد بس، باكت واحد زي ما احنا شايفين كده، مج فيه مية سخنة، او بتحطي المج وتحطي فيه الباكت وتنزلي عليه بالمية السخنة وتسيبيه 5 دقايق وبعد كده بتشربيه. لو عايزاه علشان الامساك بتشربيه وهو فاتر او دافي، لو عاوزاه عشان التخسيس بتشربيه سخن زي الشاي. شاي رويال ده مفيد جدا جدا للتنحيف وللتخسيس وللامساك، بيساعد على حرق الدهون والوزن الزائد في جسم الانسان. وطبعا التخسيس بيبقى حسب كل جسم، يعني مثلا ممكن واحدة تخس 2 كيلو في الاسبوع، ممكن 3 كيلو، ممكن كيلو، حسب كل جسم. شاي رويال له فوائده وله اضراره، قلتلك الفوائد قلتلك الاضرار. في التخسيس ما تزيديش عن 21 يوم. الامساك حسب الاحتياج فقط لا غير، يعني مش تاخدي النهارده عندك امساك وبعدين تاخدي بكره وبعدين تاخدي بعده والكلام ده، لا، هو باكت واحد بس على فنجان ميه سخنة او مج او كوباية بتشربيه وخلاص. وبعد كده هيسهل حركة الامعاء، ما تزوديش فيه عشان الامعاء بتاعتك ما تنعمش وبعد كده يحصل لك مشاكل صحية اللي هي عبارة عن اسهال شديد متكرر، وبكده بتفقدي الفيتامينات اللي في جسمك والمية اللي في جسمك. وخلي بالك لو انتي اخدتيه بشكل يومي بيبطئ حركة الامعاء وبتبدأي تتعودي عليه، بتبدأي تدمنيه. فده بتاخديه في الامساك مرة واحدة، في التخسيس من اسبوعين ل3 فقط لا غير. الطريقة دي حلوة عن تجربة.
خسيت كتير بالطريقة دي، وما بيكون عندي امساك ما باخدش ملينات، باخد الشاي الاخضر، هو باكت واحد بس على مية سخنة، وبسيبه لما بيبرد بشربه وهو فاتر عشان يجيب نتيجة. شاي رويال مجموعة اعشاب طبيعية، خليط من الاعشاب الطبيعية. هو مش شاي اخضر، هو عبارة زي ما قلنا عن شمر وعن الشكوريا وعن اعشاب السنة. حلو قوي، بيعمل تحسين لعملية الاخراج وتحسين لعملية الامساك. جربيه بالطريقة دي هتشوفي نتيجة فورية، نتيجة سريعة. بيساعد برضو على تنشيط الجسم وتقويته. بيطهر المعدة، بيمنع التقلصات، بيساعد على التخلص من السموم. بيقوي الجسم او بيمد الجسم بالاملاح والفيتامينات المفقودة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.